والجوء باللغة التي تفصل المواطنين السودانيين. يجب أن تكون في مساواة، لكن هذه المساواة يجب أن تبدأ باعتراف ببعضنا البعض، بنعترف إنه الراجل والمرأة في الخرطوم تساوي الراجل والمرأة في القضارف، في حلفة، في نملي، في بور السودان، في طينة، في جنينة. يجب الكلام ده إذا ما موجود يا جماعة ما في داعي لبلد واحد. لكن نتمنى إنه الناس اللي بيسببوا، اللي مسببين واللي دايرين يصبحوا آليات والأعداء لانشقاق البلاد، فهم يجب أن يخرجوا من الساحة السياسية ويتركوا للآخرين اللي ناس الضمير السوداني، ناس الضمير الوطني هم اللي يعبروا على ذلك. لأنه المواطنين ديل يا جماعة الواحد بيجي يتكلم لك عن الانتخابات 86. انت انتخابات ال 86 دي انت جبت لك كم دائرة من دارفور، كم دائرة من كردفان، كم دائرة من شرق، كم دائرة من وين؟ كأنك عندك زرائب البقر تشيل المعون ده اسمه شنو؟ هوري بحاله هو البقر ده تشيل تمشي تحرب وتجي. انت ما تمشي، انت حزب عمرك ما بتعرف شعبك عايشين كيف، لكن الا في زمن الانتخابات وزمن الصندوق، الا في زمن الانتخابات والصندوق. ده معناه زريبه طبعا يا جماعه، الحاجه زي دي ما زريبه، حتى الزريبه احسن، لانه البقر باكلوهم عشان تجيب اللبن. مشكله يا جماعه البهيمه بتاكل عشان تدري اللبن، البهيمه ما اكلتنا يمكن ان تكون عندها لبن، لكن للاسف ناسنا ديل ان احنا البهايم بتاعتهم باكلوا بطريقتهم واللبنهم بيجيبوا بطريقتهم وبدهم هديه كامله وبهلبوها للدم كمان مرات كويس، لكن تاني ما بتذكروا الا الانتخابات جاي. لما انتخابات تجي ان احنا والحمد لله والله ونحن والحمد لله واهلنا وهذا التاريخ وهذه الدائره، يعني دائره تابعه لنا، ما في دائره تابعه لكم بعد ده. خلاص خلاص، انا كلام ده قلته حيا او ميتا، ما في دائره تابعه لفلان وعلان. الدوائر بعد تتبع لسيادة، ما في دائره يستورد له تور من برا عشان يجي يشيل له اصوات ويرجع. ما في دائره زي ده، بعد ده ما في دائره زي ده. يجب انه كل الدوائر تشيل الناس. لكن في حاجه مهمه جدا لازم تفهموا يا جماعه، الزول الامبراطور الداير كان عنده قرش، كان عنده جاهه، كان عنده تاريخ، كان عنده اي حاجه الانفلونس اللي هي التاثير. الداير يشيل الدوائر ده يا جماعه ما بيجي هو بعد ده برسل واحد تور من اولادكم، واحد بليد من اولادكم بيجي بغشكم بقول لك انا بيتي فلاني، خشن بيتي فلان، انا قريب ناس فلان، امي من وين، حببتي من وين. هو اللي بيجي بيشيل الدوائر وبيشيل الكلام ده مهم جدا. عشان كده اي زول عميل اللي منتمي للتنظيمات لمدة 100 سنة هديناه السودان ما قدروا يحركوا ولا شبر، بل قطعوا اللي كان سلموا الاستعمار، لا في طق لا في ايه امو، لا في شق لا في طق. الاستعمار سلمهم كده، لكن هم اللي قطعوا السودان. هسه ما بيتكلموا عن انه الجنوب مشى، لانه بيفتكروا ده ما اهلهم، ده ما احوالهم. في سنة 1900 يا اخوانا في زول خواج يفتكر جال بالجمال لغاية المنطقة دي، كان توتي ده كلهم صياد السمك من النوير ومن الشلك، ما في زول لون زي دي زي دي زي ما في، كويس، لانه قامت زياده من ده شويه، كويس، ما في زول، كويس. اللي احنا في الخرطوم ده قلنا كلنا جينا جدد، لكن في السودان قدام. نعم خرطوم جينا جدد، في السودان قدام. اجابتنا الخرطوم الكتار ده شنو يا جماعه؟ الثوره المهديه.
الزول اللي ما بيتذكر شيكان، وزول اللي ما بيتذكر انحسار خرطوم، وزول اللي ما بيتذكر حصار خرطوم وحصار أبي، الزول اللي ما بيتذكر كرري، وزول اللي ما بيتذكر أم دبكرات والتوشكي. داير يسجل لنا تاريخ جديد بلعبة جديدة، وبفتكر انه كمان هو بطل. ادعاء بانه هو بطل ده ادعاء فاشل، ادعاء فاشل. طيب بعد احنا جينا في المساواة هنا. المساواة لا يمكن ان تبدا الا باعتراف بعضنا البعض. نظام الحكم في السودان يا جماعه في البلد ده، طول ما نحن قاعدين في السودان ده، اجدادنا واجدادنا قاعدين في نظام الحكم في السودان، ما كان يوم من الايام الناس حددوه. فيدراليه، كونفدراليه، لا مركزيه شموليه الموجوده دي كويس، شنو عسكريه مدنيه، ما في ناس قاعدة مع بعض عشان تحدد نظام الحكم. انت ما لما تحدد نظام الحكم، وانت ما لما تجلس وتحدد وتتفق على نظام الحكم، انت ما اصبحت بانك تكون مكون حقيقي ومؤسس حقيقي، وانت ما مؤسس. ما زال نظام الحكم. شنو نظام الحكم؟ يجب الناس تتفق على نظام الحكم في السودان. أنا عندي رأي والآخر بالرأيه وجميعنا بآراء. في ناس دايرين نظام حكم فيدرالي، لكن دايرين إنه برلماني. مثلا هسه جماعتنا دي دايرين برلماني، حتى في داخلنا ذاته، في داخل حركة تحرير السودان وفي داخل التحالف نحن قاعدين ذاته في ناس بيقولوا برلماني أحسن. نعم برلماني أحسن، لكن خاصة لما تكون أنت زي سويسرا، لما تكون أنت زي هولندا. النظام البرلماني حتى في أمريكا ما في. ليه؟ لأنه مكونات كتار، والبلد دائما لما بكون في هشاشة اجتماعية نظام البرلماني صعب. نظام البرلماني ده شنو يا جماعة؟ البرلمان هو بكون الحكومة، زي نظام بتاع 86 كان أفشل حكومة على الإطلاق، مشت أفشل من حكومة الحسن الناس قاعدين فيها ده. أنتوا عارفين الكلام ده. عشان كده في يوم من الأيام كان وزير الداخلية ولا وزير المالية بقول لك والله يا أخي نظامكم ده إذا كلب جاي شايل وما بنقدر نقول جر، لأنه فاشلين يعني. وكان البرلمان ده يا ما تسمع أشعار كويس والمطارحات شعرية ومطعنعات ومطاحنات اجتماعية، ونبذ قضية واحدة، قضية القارورة اللي في شهر ما بيحلوه، وحكومة مكبلة بهناك منتظر قرار من البرلمان عشان يوقع، ما بيبقى. والكلام ده نحن سويناه فيما سمي بمجلس الشركاء. نحن مجلس الشركاء ده يوم من الايام نحن قاعدين، واحده من القضايا اللي كانت طرحت في الحقيقه، طبعا انتم عارفين في بعد ال 11 ديسمبر، مش ال 11 ديسمبر، بعد بعد 11 ابريل، يعني بعد سقوط ناس بشير وكده، والدنيا بقت هامله وخلاص الخشت وطلعت من الشباك والدخل من الشباك وكده، لغايه ما كونوا حكومتهم اللي كان نحن جينا لقيناها اللي هي حكومه الحكومه المكونه من السميه بالمدنيين والعسكريين. لكن في جوبا نحن اتفقنا معاهم النسبة بتاعت الشركاء الموقعين على الاتفاق في البرلمان كان 25%، لكن ما حددنا 25% دي تتشال من وين. فجينا لقينا هم المقسمين الحصص 67% لحرية والتغيير، هنا 33% للمكون العسكري. هم كانوا مقسمين كده. طيب 33 زي 67 يساوي 100%، معناه ان احنا ما عندنا حاجة، مش كده؟ طيب ال 25% ده نشيل من وين؟ ده السؤال خلانا 3 شهور ما قدرنا لقينا اجابه لغايه ما حصل 25 اكتوبر اللي سموه انقلاب. كيف؟ يا جماعه نحن كريك عشان نكون البرلمان ذاته كريك 25% بتاعنا ده
ناس مجلس المركزي والرياض التغيير بيقولوا ادوا يا عسكريين من ال 33 بتاعتكم ده. العسكريين بيقولوا لا ادوا من 67 بتاعتكم ده. لا انتوا ادوا نحن ادوا انتوا ادوا. الكلام ده ماشي لغايه 3 شهور ولم ينتهي بعد، وانتهى ب 25 اكتوبر. عشان كده نحن طرحنا عوده الى المنصه. كان مذكرين ان احنا طرحنا مشروع اسمه عوده الى المنصه. عوده الى المنصه احنا قاصدين يا جماعه نرجع ليوم التكوين، الحريه والتغيير. يوم ذاك احنا ما كبار يا جماعه. وقت ذاك احنا كبار. كل يوم بيتصلوا بينا عليك والسلام يا عليك الله يا اخويا يا اخي كده طلابكم ده اضربوا لهم تليفون عشان يطلعوا باللفه دي. وقت ذاك احنا مهمين. فقلنا نرجع ليوم تأسيس اللي هو منصة تأسيس الحرية والتغيير. ده لما بنرجع القصد من الكلام ده خلاص ال 67 ده بكون جزء منه، مش كده؟ قلنا بدل انتوا ما قادرين تطلعوا خلونا نرجع ل 67 ده كلنا مع بعض، لكن يوم التأسيس يوم اللي أسسنا مع بعض. الكلام ده جاب الانشقاق وجاب المشكلة، والمشكلة جاءت نتيجة لهذا المقترح. المشكلة دي جرت الناس إلى أن وصلوا ل 25 أكتوبر كانوا مذكرين، لأنه رفضوا قطعا أنه الناس ما حيكونوا قاعدين. لكن طبعا زي النظرية اللي بقول لك العالم ده بيقودوا أسرة واحدة، اللي هي أسرة تمتلك شركات وكده وتفكك المجتمعات، لكن المجتمع بتاعته متماسك وأسرهم متماسكة ومحافظين وكده. في كلام زي ده مش كده؟ بالضبط. هم مؤمنين بالنظرية ده، هم المؤمنين بأنه هم يجب أن يتماسكوا أكثر لكن يفككوا الآخرين. هسي كلام اللي بيقول لك منه جبريل تعالوا، هو انتوا قايل الآخرين ما دايرينه؟ لا 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 والله الآخرين دايرين يلحسوا زي العسل، لكن هم دايرين منه جبريل ديل يطلعوا برا. بعد ذاك يمشي ينبذوه مع الناس اللي خليناهم ورا ذاك، يقول لهم شوفنا يا جماعه ده باعوكم في ياتو محل كويس، شفتوا كيف؟ طبعا لما تمشي له انت تمشي له خلاص مخنوع، يعني تمشي له مخنوع، هو دايرك تمشي له جزمه كويس؟ هو دايرك تمشي له جزمه. ف الله يكرمه اذا هو ما جزمه. طيب لكن بعد شويه بيجوا لي مثلا ود المرغني يا مولانا، ود المرغني يا اخي الكلام ده قالوا ولم يسمشوا قعدوا مع الناس في الاتحادي ديمقراطي، قال لهم محل القاعدين ما بشبهكم. محل ده يا اخي انت معقول يا اخي في الوقت ده تجي تقعدوا مع ناس شرك وناس دارفور؟ زول انا شايلين 40 سنه بايل فينا بخرة فينا بعمل فينا اي حاجه، بعد ده يجي يقول للناس انتم ما بشبهكم كويس للاسف. ف بيجوا لي ود المرة انت تعال الجماعه دول بوعوك ونحن جايبينك. طبعا لما يلحق مغاضب منك مش كده؟ معناه انتوا مشيتوا ثلاثه لكن ما متفقين مع بعض. بيجوا بيسووا كده. حتى اردول اللي بيقولوا ده اردول ده نوباوي، الدايري يعرف اردول ده شنو، المفروض يقرا تاريخ السودان. انا قلت للناس ناس ما سودانيين قالوا اردول عنده شنو؟ قالوا عنده ذهب وكده. قلت له اردول كان عنده ذهب السودان، لكن اردول ده يا جماعه عارفوا انه اجداده قبل 5000 سنه عندهم ذهب، وبعدين هو نوباوي. الزول اللي بيقرا تاريخ السودان بيعرف اردول نوباوي كويس، وكذا ايضا في المكونات الاخرى. فعشان كده برضه دايرين يمشوا يجيبوا يا اخي براك انت زول كده، انت زول بطل وانت زول من شاب يعني انت كذا كذا، لكن بيجيبوا مغاضب لاخوانهم سبقهم. فهكذا بيجيبوهم واحد واحد، لكن هم من هنا متمسكين او متماسكين، اما الاخرين ده اللي يفككوهم حبه حبه، يقطعوهم بصل بصل ويقطعوهم اربا الى ان يسيطروا. ده العقليه بتاعت عمر البشير اللي كان عنده احزاب اسمها توابع وتابع التابع وتابع تابعهم باحسان الى يوم الدين بتاعتهم، بقى يوم الفجر ذاته كان. فنفس الكلام ده الفكره اللي هسه هم ماشيين. عشان كده يا جماعه الناس اللي بيسمعوا بيقولوا مني وجبريل جايين، انا وجبريل نمشي وين يا اخوان؟
نطلع من تحرير نمشي وين، ونطلع من تحالفاتنا نمشي وين، نطلع من أهدافنا نمشي وين، نطلع من ثوريتنا نمشي وين، نطلع كمان نمشي لمن، نمشي لمن لا من. كلام غريب جدا. نحن نحترمهم، نحن نحترمهم بثوريتهم البسيطة اللي عندنا، نحترمهم بأخلاقهم البسيطة، يتعاملوا معهم في يوم من الأيام، على الأقل في يوم من الأيام ابتسموا على وجوهنا، نحن نحترمهم في ونساتنا وفي سابقياتنا. نحن في يوم من الأيام كان في مجالس الأنسة نحن نحترمهم، نحن نحترمهم. ممكن كانوا يستشهدوا في يوم من الأيام في ميادين التي شاركونا وفي الخنادق اللي كنا معاهم مشتركين مع بعض، فلذلك نحن نحترمهم. نحن نحترمهم، شاركناهم في الحرية والسلام والعدالة في ديسمبر ومن قبلهم، نحن نحترمهم. لكن من لا يحترمنا لا نحترمهم، من لا يحترمنا سيجدنا لا نحترمهم أكثر منه، لأنه نحن حاربنا ونحن اجتهدنا وناضلنا على وجه نظام الطاغي اللي كان في يده السلاح وفي يده مال وفي يده الطغيان وفي يده كل شيء. مش واحد لابس له كريفتة والبنطلون وكمان يقول لي يا أخي أنا داير أهينك. لا ما تهيني، أنت ما تهيني، لأنه إذا كان this is our country it is only country we have، يعني زي ما بيقولوا ده الدولة الوحيدة اللي عندنا. نحن ممكن واحد يهيننا، لو عندنا دولة ثانية ممكن نخاف ونجري نمشي للدولة الثانية حفاظا على أرواحنا، لكن والله this is our only country we have، ما في حد يخوفنا. فلذلك يا جماعة حتى أخواننا وأخواتنا في الحركة عاملين لهم تشويش، لأن الناس دي في ال3 سنوات الماضية بعد ما لقوا سلطة ومال بس بأسسوا في المنصات بتاعت الكذب بتاعت الإعلام، بس بأسسوا في المنصات أكثر من 3000 منصة ممكن يكون موجودة هسه عندهم بس لنشر الكذب، والناسنا بسيطين للأسف بيصدقوا الكلام ده. قالوا حاصل كده، قالوا كده، تلقاه بكونوا لك الرأي العام بكذب. على كل حال نحن قلنا نظام الحكم مهم، عشان كده نظام الحكم يجب أن يناقش. نمرة 3 دستور. انتوا في عمركم ده السودان لقيتوا دستور؟ لقيتوا مؤتمر دستوري؟ لقيتوا حصل استفتاء في الدستور؟ معناه بلد ما في دستور، بلد عايشين ساكت في الدستور بتاع الاستعمار ده، بس ورثة عن ورثة عن ورثة. كويس؟ اللي جده كان قريب للاستعمار، كل ما كان جدك قريب للاستعمار عندك بريفليج، عندك امتياز، وعندك صوتك ذاته مسموع وبيفتكروا انه ناس ديل ودول الفلان وكده. لكن اكشولي ما في حاجه اسمها الدستور، لانه اي نظام بيجي بيعمل دستور مؤقت وبيفصل على قدره على مقاسه، لما ينتهي بيجي نظام اخر بيقول لك كده. حتى انت كده تعال في الدستور بتاعت 2019، انت لما تشوف الدستور 2019، دستور 2019 انت عارف الدستور ده وقت سووه وصاغوه انتهوا منه عشان يجيبوه في الترابيزه قبل ما يوقعوه، كان النائب ده فهمتي؟ كان النائب الاول، هسه كان تسمعوا بيقولوا النائب الاول مش كده؟ كان في الدستور مكتوب اتفقوا، لكن جو وقت وقع هو وقع على كلام ثاني، ما كان في النائب الاول. يعني من الغرفه ذاك لغايه محل التوقيع النائب الاول اتشال. عشان كده مع الاحتجاج ذاك كان المذكرين قاموا عدلوه قبل ما يوصلوا القصر ما في مشكله، لكن نعمل كده. ففي التعديل 2 3، لكن النائب ده ما خطوه ابو والله ما نخطوا النائب، متآمرين لغايه ما
اضطروا قاموا عاملوا لائحة داخلية وخطوا النائب دي، لأنه يا أخوانا الدستور والمسودة ما قبل التوقيع كان النائب الأول، حسب منو شالوا؟ قال يا زول تعالى ما أنت وقعت خلاص، ليه ما قريت؟ شفت كيف؟ فده طبعا بيفتكروا ده شطارة، لكن ده بيمزق نوع ده من السلوك، بيمزق البلد. وبعدين ما شايفين البلد ده يتمزق، شعب سوداني كامل قال لكم يا اخوانا باي باي. انا حضرت الندوه من الندوات، او كان مناسبه كبيره يوم وطني لجنوب السودان قبل الانفصال بفتره طويله يعني. نحن طبعا لما نسموهم انفصال هم جنوبيين ما بيقبلوا بكلمه انفصال، بيقولوا التحرير قبل الاستقلال صح. فانا حضرت وحزيت انه في اللحظه ذاك اكون في جوبا ودعيت وشاركت الرئيس البكير. رئيس البكير ذكر مرارات شديده كثيره جدا، الكلام ده قبل الاستفتاء. ذكر عدد من المرارات خطاها في اللسته كثيره جدا، قال له يا جماعه انا ناس الخرطوم قلت لهم كده المفروض نعمل كده عشان نتوحد، رفضوا. عملت لهم كده المفروض نعمل كده، رفضوا. كذا كذا رفضوا مشوا مسافه. قال لهم يا جماعه نحن مشكلتنا تمييز، والتمييز ده سواء كان الثقافه او الدين. ونحن الدين ده يا جماعه نحترم دين الاسلام، ونحن مسيحيين اغلبيتنا، وعندنا ناس عبدت الديانه التقليديه وكده. لكن قال لي انا متاكد خرطوم ده اذا حكموا الشيوعي يحكموا بالشريعه الاسلاميه. طيب الكلام ده قصده شنو؟ قصده انه يا اخوانا الناس بتاع خرطوم دي ما بيحبوكم، ما تتعبوا سايد. كويس؟ ما بيحبوكم، ما تتعبوا سايد. بعدين في يوم من الايام كان في مفوضيه لغير المسلمين، انت في بلد واحد كيف تعمل مفوضيه للتعامل مع المواطنين؟ في بلد واحد تعمل مفوضيه بس عشان الاخرين يتعايشوا مع المفوضيه دي، ومفوضيه دي تراقبهم، ومفوضيه دي تقول لهم يا اخوانا كده كان في مريض ما في مشكله انت مسلم خلاص كده. كويس؟ مفوضيه شنو ده؟ مفوضيه في بلد واحد كده. البلد ده كان في حاجه اسمها كشه. كشه ده يا جماعه ده قرار من رئيس الجمهوريه، بيقول له شوفوا اي زول صحناته، انتوا عارفين صحناته كده ده شنو يعني؟ كويس؟ اي زول اول حاجه لا لغه لا لون لا حاجه، لا صحناته كده ده امسكوه خطوه في قطر اللي بمشي للنياله. شوف بمسكوا زول جاي من مالي، جاي من بوركينا فاسو، جاي من نيجيريا، جاي من البنين، جاي من شفتها نيجر، جاي من اي زول القاعد هنا ده مع مواطنين بيجوا يفتشوا شغل المشكله كلهم بمسكوهم، لكن بنزلوهم في النياله. طيب نياله ده نيجيريا ولا نياله ده ليكوس ولا نياله ده نيامي ولا نياله ده وين؟ ده نياله ده بنين. فده يا جماعه سلوك من السلوك مارسوهم الانظمه، والشباب ديل جايين يمارسوا نفس السلوك. شباب ديل العاملين نفسهم هم العرابين ديل دايرين يمارسوا نفس السلوك، دايرين يمارسوا كشه، دايرين يمارسوا مفوضيه لغير المسلمين. بعد ده غير المسلمين ديل بقوا بسيطين لان الجنوب كانوا موجودين كتار، لكن بعد ده ممكن يعملوا مفوضيه لغير المسلمين البسيطين ديل اللي هي من الاقباط زايد الناس في البلو نايل والجبال النوبه ديل، وشيء من الاخرين من غير لا يشبهون زي ناس مني وجماعه ديل برضه لازم يعمل لهم مفوضيه عشان يتعايشوا يعني. جايين يعملوا كلام زي ده بالسلوك اللي هم قاعدين بيعملوا ده للاسف. طيب انا قلت موضوع عن الدستور. الدستور هو الحل الوحيد. الدستور هو الحل الوحيد. الهويه اللي نتكلمها ده اذا بقى في مظله اسمها مؤتمر دستوري واستظل بها الشعب السوداني كلهم بصحناتهم بلغاتهم بتنوعهم قعدوا مع بعض وقالوا يا اخوانا نحن دستورنا ده في ماده كده دايرين كده، كله زول بعرف مشاكله. الزول في الشرق بعرف مشاكله، الزول في الجنوب بعرف مشاكله، زول في الخرطوم بعرف مشاكله، في الجزيره بيعرف مشاكله، في غرب وكان في كردفان وفي دارفور بيعرف مشاكله.
الناس ديل بيجوا مكوناتهم، المكونات ذاتها بيجون كيف؟ مكونات يجوا لازم ممثلين للناس، مش تمشي تلقط لك ناس التابعين لك. كويس؟ السلوك المورث في الفترة القصيرة دي سلوك أسوأ سلوك وأخبث سلوك، والسلوك وسخ، لكن ربما الناس مشوها كده على مضض. مثلا أنا أقول لكم بعد سقوط البشير طوالي وبعد الرفض أخونا جنرال حميدتي قمع بتاعت المظاهرات، مش كان رفعوا شعارات قالوا يا حميدتي يا تكران؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ رفعوا شعارات وقالوا حميدتي يا تكران وقالوا لكن لقوا شعار بتاع حميدتي يا تكران ده أخذ شهور، هم كان دايرين اليوم داك بس انتهي. أخذ شهور، كل يوم بيزيد يا تكران، بيزيدوا لك طابق من هنا طبقا عن طبق إلى أن ما جين فوق. قالوا والله كلامنا فاعل لنا ينزلوه. أنت عارف عشان ينزلوا يعملوا شنو؟ أجروا باصات من هنا مشت فاشل، الباصات مشت فاشل، مشت ضئيل، مشت نيالة، مشت جنينة، مشت زالينجة، جابت الشباب حرضوهم قالوا ده الزول ده قتلكم في دارفور ولازم تحرقوهم، وانتوا لقيتوهم الشعارات والصور بتاعته ان نزلوها ولاد الدارفور. الكلام ده نسيته يا جماعه؟ خباثه من النوع ده، الخبيث من النوع ده بقدر بحكم البلد؟ يعني رفعوا صور الناس وجابوا عشان يحرقوهم من دارفور، وفي جلسه من الجلسات ما اوضح السر كثير، لكن في جلسه من الجلسات وفي زول كبير عامل فوق المناضله وبيتكلم كثير، شايف كيف بقى نشط بتاع السوشيال ميديا زول كده كويس. ف قال لواحد من الناس اخوانكم ان احنا رفعنا صوركم، اخوانكم داسوكم جزم، انت جبت الاخوانهم ديل واخواتهم ديل بباصات بقروشك دفعهم فلان وعلان. ان احنا معانا وقت داك لسه في ناس ما وقعوا معانا في اديس ابابا، كان دافعين قروش للشباب وللبنات عشان يمشوا يجيبوا الشباب هنا عشان يحرقوا الصور. طيب يا جماعه الزول ده عامل فيه شاطر؟ اذا بفتكر انه ده عمل هو ده اللي عمله فعلا هو شاطر. انت ليه always you are stupid؟ مالك دائما انت بليجا. برضه الناس حقه تفكر. انا كلام اللي بقوله ده ما بحرض زول ضد فلان، لكن انا بحرضكم وبحرض اي زول العامل نفسه ضعيف وبقدم نفسه اضعف من الفلان امام الفلان، ارفع راسك يا اخي. في ناس ماتوا لهم يا اخوانا، في ناس ماتوا في الميادين عشان يصنعوا الرجال، ماتوا الميادين الشجعان. انتوا عارفين التحرير، قوات التحرير، قوات العدل والمساواة، ياما ناس استشهدوا، الرجال استشهدوا امام النيران والمدافع عشان يصنعوا الراجل قائد عشان يقودهم، لكن بقوا بقودوهم الخونة. خيانة للشهداء، خيانة للشهداء وخيبة، لأنه الناس اللي ماتوا دين ماتوا عشان يصنعوك انت الراجل تقودهم كتف بكتف. لا تمشي كتف بكتف، مش تنتظر هو يتقدم مع ذاك تمشي. ايه يا شنو دي يا اخي؟ وانت عندك شهداء. البحث شنو في الدنيا دي؟ اكثر من موت. في الدنيا دي ما في حاجه بتحصل اكثر من موت. ممكن تجوع، وبعدين اصعب حاجه اللي الانسان والقائد ممكن يعملوا هسه الوقفه دي بس. في 1700 وشويه الامريكان قعدوا قالوا يا اخي نحن لازم نلقى لنا اجابه عن السؤال. السؤال هو ما هو اصعب شيء في الدنيا؟ بيقوا براسلوا حتى على مستوى بتاع ولاياتهم الكثيره انه يا جماعه اجي زول عنده سؤال عن انه ما هو اصعب شيء في الدنيا. في ناس جو قالوا الموت، لقوا انه الموت ده ما صعب، حاجه عاديه جدا، ولانه مساله حتميه الى اي زول بينتهي عليها. في ناس قالوا مرض، قالوا برضه ما صعب.
في ناس قالوا فقر، برضو قالوا ما صعب، في ناس قالوا كده، لكن كلهم اجمعوا في النهايه على انه التحدث امام الجماهير هو اصعب شيء. شايف؟ فعشان كده ربما واحده من الاصعب الاشياء اللي احنا قاعدين نقولها ده هو الوقفه دي، لكن في نفس الوقت الاصعب هو الصبر على المبادئ والعمل في إطار بحيث توفيق ما بين المبادئ وما بين المتطلبات الحاضر. افتكر ده الحاجة دايرة، فده طبعا بيسموش سياسة خلاص. ما هي سياسة ده مسألة بتاع adjustment، يعني ما بالضرورة أنت السياسي ده خطك واحد، لكن بالضرورة توفق ما بين المصلحة بتاعتك وما بين المصلحة العامة. أحيانا تتنازل بشبر عشان تلقى لك متر، أحيانا تتنازل وأحيانا تكسب، أحيانا كذا، فهكذا فده الحال. طيب الدستور لازم يكون موجود، والدستور ما بيتم الا في مؤتمر دستوري يا جماعه، مش مساله انه 10 انفار ولا 2 شماس 3 4 اخواتهم بيخشوا في الغرفه يجوا يطلعوا لك بيقول لك هذا دستور الانتقال، ده ما دستور، ده خياطه بتاع قميصك انت، ده خياطه قميص القدره، مش في القميص بيسموه قميص عامل، القميص ده لانه زول لما تلبس قالوا ما بتطلع كله بيقيسوه على قدره، ده قميص عامل، ده ما الدستور. فعشان كده الدستور مهم جدا. والسودان في 68 ولا في 67 سنه ده يا اخوانا ما كان في دستور دايم، ما كان في دستور الناس استفتوا، ما كان في دستور الناس اتفقوا عليه، ما كان في كده. حتى هذه اللحظه عندنا 3 نقاط قلناها: مساواه اللي هو اعتراف بوضع البعض، 2 النظام الحكم، نظام الحكم بلدنا ده الحكم بتاعه كيف يا جماعه؟ ديكتاتوري، كان حتى ولو ناس اتفقوا قالوا دايرين نظام ديكتاتوري على كيفهم، لكن ما حصل ناس اتفقوا فيدرالي، كونفدرالي، مركزي، لا مركزي، سميه اي شيء ثاني. ده نظام الحكم مهم جدا، والدستور مهم جدا، ومن ثم بعد ذاك تجي المواطنه. إذا كان في واحد بيشيل الشهادة أو بيشيل الجنسية السودانية أو باخذ رقم الجلوس بسموه، لا رقم شنو اسمه الشغل بتاع السنة، الرقم الوطني ب8 ولا 9 شاهد، لكن في واحد لأنه ولده في البري ولا ولده في خرطوم 3 عنده شهادة بتاع ولده هناك وجابوه بالمرسيدس من الدايات للبيت وكده، ما عنده مشكله، جنسيته موجوده، ده ما مواطن يا جماعه. المفروض يكون في معيار واحد، الزول اللي بولدوه في الجنينه وفي كورنوي في الطينه، والبولدوه في شفته في بورت السودان وفي كسله وفي قضار وفي حلفه وفي الخرطوم، شفت كيف؟ في مدني، في وين سنار ده، في النيل الازرق، في جبال النوبه، في وين ايفر، الزول بلدوه في كردفان، زول بلدوه في اي محل تحت شجره، فوق الشجره، في قطيه، ولدوه في السرقينيه ولا ولدوه في شفته في المرتبه، ولدوه في وين ايفر، ده المفروض يكون في معيار واحد للمواطنه. مواطن ده حاجه واحده، المفروض يكون في معيار واحد للمواطنه. لكن ما صح الكلام ده. الدولة انت في حكومة ل 65 68 سنة، حكومة وطنية، خليها حكومات الثانية، حكومة وطنية 68 سنة، لكن لغاية هسه في زول عنده امتياز لأنه ولده في منطقة كده، في زول عنده امتياز لأنه لونه شوية، عشان كده الناس يضطروا بيجوا بيعملوا كريمات مسكرين، يعني البنات بيجوا بيضطروا بيعملوا كريمات عشان كويس، وشباب بيضطروا بنسوا لغاتهم لانه بيقولوا له الروتانا، ما ترتوني يا ولد كويس، روتانا كيف؟ ده ما الروتانا، ده ما الروتانا، ده اللغه. انت في التلفزيون لما بتشوفوا في اثناء ما في واحد ولا واحده بتقرا في الاخبار في زول بيعمل كده، ده اسمه شنو؟
لغة إشارة. طيب إذا ده اللغة ليه تسميني الروطاني؟ ليه تسمي حقيقة الروطاني؟ بعدين الطيور لما تيجي شك 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 كتير بسموه لغة طيور مش كده؟ طيب طيور عندها اللغة تسميني الروطانة كيف؟ الكلام ده يا اخوانا معمول عن القصد، معمول عن القصد، معمول عن القصد، والناس اللي قصدوا انه يعملوا النوع ده من الحاجات الان فضلوا بسيطين جدا ومرتكزين في اخواني في المجلس المركزي. حقه يطلعوا من البوتقه دي، حقه يطلعوا من الكلام الوسخ البركه الآسنة بتاعت التمييز ده، التمييز ده ما بفهم. ما في حاجه اسمها الروطانه. الروطانه ده انا والله عشان بعرفه قمت فتشت كثير جدا فيه. في القواميس بالانجليزيه شفتها بكل اللغات. لقيت الروطانه ده ما لغه. الروطانه ده بيسموه فوكال. الفوكال ده يا اخوانا بالانجليزي صوت. صوت ده انت اي حاجه ممكن تصدر صوت، مرفعين عنده صوت، بقره عندها صوت، اي حاجه عندها صوت. لكن الصوت ده لما بتشكل تعمله اللغه بقت فيها حروف وبقت بفهم بعدك، ده ما بيسموه فوكال، ده بيسموه لغه. انت مجموعه 4 أنفار لما تمشي تعملوا اللغه من الكود وتعملوا كود بقيتوا تتفاهموا، ده بيسموه اللغه، ده ما كود، ده ما الصوت، ده ما مجرد صوت. وده ما الروطانه 3 نفر يعني خلينا قبيله كامله، خلينا امه كامله، خلينا حاجات كامله. لكن مجرد 2 3 بقيتوا تتفاهموا ده بيسموه اللغه. اي حاجه اخونا فيها تفاهم بيسموه اللغه. الحركات والبركات ده كلها اللغه، لكن اللي بخلي كلامي ما اللغه شنو؟ فعشان كده يا جماعه المثقفين والصفوه والنخب دمروا السودان تدمير كبير جدا. دمروا السودان ده في التمييز، دمروا السودان ده في الاحتقار البعض، دمروا السودان ده في الصياغه السودان على انه هنالك المرتبه الاولى والثانيه والثالثه. اللي بيتكلم عنده لغه ثانيه ده بيسموه الروطاني. الروطاني كويس؟ انا ذاك هسه كلامي ده قريت تشوفوا الناس اللي بيشوفوا في الفيديوهات المباشر ده اللي بيسموه لايف ده، تلقى في ناس قاعدين بعلقوا بيقولوا زول النطق كيف هنا. بضحكوا عليه كثير خلاص. لأن أنا مخارج حروفي ما مخارج حروف اللي زول رضع من شطر أمه. يا أخي أنا أمي ما بتعرف كلام عربي، رضعتني لبن بكلام أمي أنا، وبالتالي عندي مخارج حروف بتاعتي اللي بيتكلموا بها العربي ممكن تكون مخارج على قالب زغاوي، وإندي مخارج الحروف اللي بتتكلم بها الإنجليزي مخارج على قالب عربي، لأنه عربي اتعلمت بعد ذاك وكده. فكل اللغة أنت لما تتعلم وبعدها تتعلم أنت تبني على اللغة ما قبلها. كويس؟ المخارج بتاع الحروف دي هسه نحن ذاتنا كان مشينا السعودية عربية والله اتكلم قول لك الله لا احنا اتكلم بعدين انا ديل اللي بيقولوا اللي بضحكوا علينا ديل هناك ما بضحكوا. قلت شنو؟ قلت ايه؟ اي والله يا اخواننا السودانيين عندكم لغه جميله. هناك لكل مركز مركز ولكل هامش هامش. انت كان عامل فيك مركز عشان كده حقه نبقى حاجه واحده. طبعا بكره واحد بيمشي بيقول لك يا اخي ده اللغه العنصريه، لكن انت تفعل افعال العنصريه. هنا ده مجرد رد الفعل، لكن انت قاعد تفعل افعال العنصريه. هسه وقد قالوا وقد جابوا المناهج ذاته في السودان دي طبعا اتغيرت 3 4 مرات. يعني المنهج اللي خلاه الاستعمار بعد شويه تم تغيير المنهج التعليمي اللي انا بقصد.
فالمناهج ديل انت بتيجي في الاخير كان اخواننا ناس المجلس المركزي والروح الطيب كان جابوا وراق اسمه وراق قراي لتغيير المناهج، وبعد ذاك طبعا كفروهم ونبذوهم بعض وياتوا الجوطه ديك لغايه ما استقالوا كده او اقيل. المناهج دي نحن في الامس كنا في احتفاليه بتاعت الناس الدبكه مثلا. الناس الدبكه وبعدين عن الدينار ده بقى بكتبوه الا من يوم كده ما قاعد بكتبوا ورا كتير يعني. ارث كبير كويس. ف زي زول زي الدبكه مثلا هو في 19 ديسمبر 2055 هو زول القدم مقترح استقلال من داخل البرلمان، مش كده؟ مع انه طبعا في الوقت ده موضوع استقلال ولا ابطال الاستقلال والكلام الكثير ده كان كلها تمثيليه، لانه الاستعمار عنده 10 سنوات قاعد بتدرب فينا عشان يخلي لنا بلد، لكن احنا كنا عاجزين ما قادرين. بتدربونا يا اخوانا، عملوا علم كده، ارفعوا علم كده، عملوا تحيه كده، قولوا لله كده، ورئيس الوزراء مهمته كده. كان قاعد الاستعمار هو قاعد بيتدرب عشان يطلع طبعا. لكن على كل حال كان في اصوات حقيقيه، اصوات اسديه بتتكلم في انه لازم يكون في استقلال كمان بسرعه شديده جدا. من ضمنهم كان الصوت اللي قالوا دبكه. فده مثلا انت كان داير تقرا في الادب ولا في التاريخ ولا في التربيه الوطنيه، يجب ان يدرس بالضروره. ممكن يجب ان يدرس في السودان كله، يجب ان يدرس مثلا في دارفور، او على الاقل يدرس في جنوب دارفور. زول الدبكه ده اسمه كويس، يجب ان يدرس. عشان تعمل الكلام ده انت داير تعمل منهج، ما بتعرف دبكه داير تعمل يا منهج داير تجيب ليه؟ معناه انت داير منهج بتاع اسلاميين، داير تعمل ليه منهج بتاع قحاطه، مش كده؟ ما هو انها كل واحد قالب سياسي، وتسييس القانون، تسييس التعليم، تسييس السوق، تسييس كل واحد وكب الاوساخ في المواعين النظيفه ده. ما انت كان كبيته ولا كان كبول الاسلاميين، كل واحد في النهايه، لان الحكايه ما بتشمل الشعب السوداني كله. فعشان كده المناهج ده هي اللي تحدد هويه السودانيه الاساسيه، وتحافظ على تاريخهم ومكوناتهم وعاداتهم وتقاليدهم. في معرض عملوه في فرنسا تقريبا في 98 مش كان في كاس العالم ليبوينو في فرنسا، وفرنسيين قاموا عملوا معرض بتاعت الاكل في السودان، في العالم يعني سوري، في العالم كله، كل الشعوب يجيبوا اكل. ففي واحد بحكي لي، انا وقت ذاك ما مشيت فرنسا، لكن في واحد سوداني بحكي لي، السودانيين اللي عندهم نظره صاخبه كبيره جدا في الاشياء دقيقه يعني. قال مشيت مريت، فقلت ادخل في افريقيا عشان نشوف لي المعرض الافريقي. مشيت دخلت افريقيا، لفيت كله ما لقيت سوداني، ما في اكله سودانيه خالص، ما لقيت اكله سودانيه. فقلت نمشي نلقى اكله سودانيه وين؟ مشيت دخلت عليه في عرب قال لي لقيت الاكله السودانيه هناك. في واحد جلابيه كده صفى خدت له عمل له معرض. كان كراسه ما كويس اكله السودانيه، قال جايب له كباب حله ولا ايش رغيف. يا وهم ده ما اكله السودانيه. اكله السودانيه ده قراصه وعصيده شفت كيف وبقر وكده. بخجلوا الناس ده، بخجلوا من ثقافتهم، دي ثقافه. لكن اهم حاجه قال لي، انا دخلت في المعرض بتاع المائده النيجيريه، لقيته عصايد بانواعهم، برضه باكلوا عصايد بالمناسبه، باكلوا عصيده اسمه امالا وفوفو وقارا وشغاليتهم ديل كلهم قاتلين كده في العرب يعني، بيفتخروا يعني. ده طبعا ده شعوب
ده ثقافة، ده حاجة ما هينة. مندولة ده ما حاجة ما هينة، عشان الليلة أنت تجيب تعمل لك كباب حلة بالكومونية، ده شنو ده؟ فأنت الناس ديل خلوا هويتهم، خلوا هويتهم. عشان كده طبعا لأنه نحن جدنا كان زمان حبوبتنا قالوا واحدة كده من الجنوب لوني ده، لكن والله أنت عارف أنا أخواني لما تشوفهم بيض شفتها بقولوا لك الحياة دي. فانت عارف الرخصه بتاعت الشعب السوداني اللي انتم شايفينه الضياع ده قايم من الصفوه ومن النخب اللي هم يعني حصل له ستيموليشن، اللي هو حصل له استلاب، حصل له استلاب كويس مميع. طبعا ما داير اقول الناس اللي نسوا لغتهم نور الدايم قايد. نسيان اللغه ده ما مهم، لانه انا متاكد يوم اللي ربنا خلق الناس دي الالسنه كانت اكثر من اليوم، لكن طبعا كل ثقافه كانت قويه تبلع الاخرى، كان قويه تبلع الاخرى الى ان تنحصر. وفي النهايه طبعا كل الكون ده ممكن يتكلم لغه واحده بحكم التكنولوجيا والثقافه والقوه بتاعت اللغه. والان الناس كلهم مثلا هسه تمشي تلقى لك سي تقول لك ماي فريند هاو ار يو، تمشي تلقى لك الاوروبي تقول لك ماي فريند هاو ار يو، تلقى لك امريكي ماي فريند هاو ار يو، لكن ما تقدر تقول يا صاحبي كيف حالك، ما تقدر تقول يا تلقى خواجه ابيض ده اصلا تتوقع بيتكلم انجليزي، مع انه في كتار منه ما بيعرفوا انجليزي. ليه؟ لانه انجليزي طاغيه على بحكم الثقافه وبحكم التكنولوجيا بحكم العمل الماشي. ده ما مشكله، لكن المشكله في انه انت تقمع لغه الزول مش بالثقافه، لا بجهل بصفه تنباك ساكت. انت داير تقمع عليك ثقافه بتاع زول، ده شنو ده؟ انت عندك شنو؟ وهم. طيب دستور مهم. الحاجات اللي قلتها دي كله يجب ان تورد في الدستور، والدستور ده يجب ان يعرض في الاستفتاء، والشعب السوداني براه الكلام ده براه، وبعمل اقل شيء 6 شهور 7 شهور تمر على الدستور ده الشعب السوداني وتشرح له كمان، لانه انت بالدستور ده داير تحدد مسيره، وبالتالي لا يمكن ان تجاهلهم. البعرف عربي بيقرا بالعربي، الما بعرف قرايه توريه، البعرف قرايه بيقرا بطريقته، الما بعرف عربي توريه بكلامه، لغايه ما الدستور ده بيقول لك اي زول يثبت لك نعم معقول ده كده معقول، الى ان تعمل استفتاء وتجيبه في البرلمان، البرلمان يجيز، برلمان كمان منتخب من البشر مش برلمان بتاع بقر. برلمان ما تجيب لك برلمان بتاع ناس داير تجيبه على حسب هويتك، حسب سياقتك انت، اصحابك وصاحباتك تجيب تكوبليه في البرلمان عشان تمشي تدين الناس، ما بيبقى الكلام ده كويس. فده الحاصل، فده الشيء المطلوب الموجود الان في السودان وما موجود في 67 سنه، لكن للاسف الان كمان دايرين يعملوا 67 سنه ثاني بنفس الكلام. دستور مهم، دستور مهم. في زول قال لي احصاء سكاني ده عشان تعمل به طبعا تخطيط، تعمل به الانتخابات، تعرف به تخطيط سواء كان التنموي او الخدمي. احصاء سكاني مهم، لكن الاساسيات والقضايا الجوهريه العامه هي ديل، والهويه بعد ذلك تكتمل وين؟ تكتمل في القضايا اللي قلنا لك، في التعليم، في المنهج، في حتى في نظام الحكم، في الاعتراف بلغه الناس، الاعتراف ببعضنا البعض. لما نقول الاعتراف ببعضنا البعض مش في طولنا ولا في اشكالنا، لا، نعترف بكل تفاصيلنا نحن، سواء كان ذلك حضارتنا ثقافتنا وغيرها. فالدين جمعا لما تكتمل كده بشكل التنوع السوداني، وبالتالي التنوع السوداني هذا هو يشكل لوحه اسمها هويه السودانيه. الهويه السودانيه ده ما في لغه طاغيه على اللغه، نعم في لغه ناس تتفق عليها في الدراسات، تتفق عليها في المكاتب، في الدواوين وهكذا، ما في مشكله،
لكن ما بالطغيان، ما بالجلدة، ما بالمفتاح زي الكلب وركبوا لك في راسك عشان يدقوك كما اتكلمت، ما بالكلمة بتاعت بطريقة القهر بالروطان انت قاعد ترطن على الناس، ما بالطريقة ده لأنه ده قهر، الثاني ده قهر، لكن الآخر ده قبول ببعضنا البعض. فالكلام ده ما في، وواضح من الحوار بالطريقة المشهد ده حوار يقصي كل الشعب السوداني ما عدا الذين قبلوا وتقبلوا بأن يكونوا تويس زي ما بيقولوا، لعبة بتاعت الناس. في نفس الوقت هم كمان يجوا يبقوا أو دايرين يبقوا سادة للناس. أنت زول توي لزول داير تجي تبقى سيد للآخر، فده كلام ما بيجي. فعشان كده نحن قاعدين نقول يا جماعة الحوار ده مختلفين فيه كالآتي: شكلا وموضوعا. الشكل ده منهج كيف؟ منهج في تنظيم سياسي أو تحالف سياسي عنده رأي، وفي تنظيم آخر وتحالف آخر عنده رأي، في منظمة نسوية عندها رأي. في ديل الشعب السوداني بيتكون وبينفصل في الديل، لأنه ما في حاجة اسمه شعب السوداني بتاع النادي بتاع السكن، ده ما نادي، ده ما شعب السوداني، مش كده؟ فالشعب السوداني بيتكون من ديل، فالديل كلهم كيف تعمل آلية اللي جمعهم وتجمع آراءهم ويجوا آراء، مش تجمع أنت منو، لا، نوفر الأرض يجي يقول كل زول يقول كلامه بالطريقة اللي هو داير يعبرها، باللغة اللي هو قادر لا يعبرها، ومن ثم القضايا دي كلها تؤخذ وتبوب وتوضع في قوالبها الأساسية وتسمى هذا هو اتفاق نتيجة للتراضي ما بين المكونات التي اجتمعت في مظلة كذا كذا من تاريخ كذا إلى كذا اللي يؤرخ للشعب السوداني. لكن حوار ما فيه تاريخ، ناس قاعدوا وين ما معروف، ناس قاعدوا ما منو ما معروف، بس تسمع في الاسفير بقول لك في حوار، لكن بقول لك انا ما بقعد مع فلان، انا بقعد مع علان، احنا فلان ما دايرينه لكن دايرين علان. هل انت ذاتك معناه ملك؟ طيب شكل حكومتك وامشي، منتظر شنو؟ قلبونا عشان كده. طيب قلبوك كيف؟ انت ما ملك بطريقه اللي هسه قاعد تقوله ده، انت ملك، انت سوداني اكثر من فلان، وانت ذات عسكري ذاته ما بقدر ليك، ولا مدني بقدر ليك، ولا شعب السوداني حيقدر ليك، لانه انت الصفوه، انت النخبه، انت النقاع، انت سياسه، وانت فكر، انت ادب، انت التاريخ، وانت السودان، وانت هذا الشعب، والشعب وانت. طيب منتظر شنو انت؟ مش امر في يدك عشان تختار فلان معي وفلان ما معي، فلان يموت وفلان يحيا. اصلا ما انت بهذه الطريقه انت داير تقول انا ربكم العالم، ده الكلام مش كده؟ فده يا جماعه غلط. نحن الغلطه دي ما دايرين نعالجها بغلط، عشان كده كل ما يمشوا خطوه قاعدين نقول لهم والله خطواتكم ده في اخطاء، لكن ما بنقول لكم ارجعوا ورا، تعالوا اقعدوا مع الناس. في اخطاء لكن ما بنقول لكم ارجعوا ورا ومزقوها في دبليو، نقول لكم تعالوا اقعدوا مع الناس. في اخطاء لانه البلد ده يا جماعه هشاشه وصلت لها، ده هشاشه صعبه جدا اللي ما بيعرفها. زي ما قلت لك كل شبر كل ثانيه لما ترجع ورا بتجد انه الصلابه والتكوين البنيوي كان اقوى بكثير من الان. كل ما تمشي قدام بهذا الشكل بتجد انه الهشاشه تزيد الى ان تفككنا لعناصرنا الاوليه. ولو في مش قاعده زي في الكيمياء بيقول لك اذا داير تعرف الماده ولا داير تعرف حاجه كده فككها لعناصرها الاوليه. فالى ان الناس اتفككت لعناصرها الاوليه. حتى في زمن حمدو كان اقوى من الوقت ده المكون سواء كان اجتماعي او سياسي او غيره.
الخطاب السياسي لما حيكون في صفوة بتاعت الناس في الوسط هم بعبروا نفسهم هم السادة، الخطاب السياسي دائما حيكون منحط، لأنه رد الفعل حيكون منحط إلى الناس يصلوا إلى قاع. لأنه الصفوة اللي هو عامل نفسه هو سوداني، وعامل نفسه نقي، عامل نفسه مثقف، عامل نفسه يعني سوداني والشعب وهو ملك، ده سبب في انه انحطاط الخطاب السياسي. انا هسه اي زول منهم اذا طلع قال والله يا اخي نحن نحترم كذا وكذا، كتله كذا، نحن نحترم الشعب السوداني وكذا بلغه معقوله عندها وزن عندها قيمه ما بتشبهه كده، كان اللغه متغيره، خطابي كان مختلف تماما من هذا الكلام. طيب نحن نجي في التقاطعات الموجودة، العسكر والمدنيين. طبعا عادة الأنظمة، أنا في 2019 18 ل 19 طبعا أواخر 18 بدأت الانتفاضة، استمرت لغاية أبريل 2019. في النص ده أنا كنت شايف الموضوع ده بس قدرة بتاعتي بسيطة، وكنت بتكلم مع اخواني في الحريه والتغيير، اخواني واخواتي في الحريه والتغيير في الوقت ده، بقول لهم يا جماعه الوقت ده عندنا كونفرنس كول دائما نقيم يعني كل اسبوع زي مرتين ثلاثه، يا جماعه ما تتوددوا بالعسكر، طالما الناس قالوا تسقط بس، ما قالوا كده مش كده؟ تسقط بس ده معناها شنو؟ معناها لا رجعه، لا يجي برهان، لا يجي متين، بشير مشى بالناس ومشكله يا جماعه كان قاصدين كده ولا قاصدين كلام ثاني بتقصد تسقط بس ده كان موقف بتاعت الانتفاضه في الوقت ده، تسقط بس ده كان الكلام. فكنا نقول لاخواننا ديل يا اخوانا ما تتوددوا، لانه وقت ده اخواننا كانوا العاملين فيهم ابطال بيقولوا يا جماعه ما في بطل من ابناء الشعب قوات الشعب المسلح واحد يجي يعمل لنا انقلاب، كان بيقولوا كلام انتم مذكرين الكلام ده. قلنا له يا جماعه ما تتوددوا، طالما ده الثوره نحن حقه نبقى قدر الثوره ونقودها وندفع الثمن عشان تسقط بس، ده كان موقفنا. لكن وقت مشوا لغايه ما خلاص تسقط بس ده بقى شعار وخلوه والجو بقوا عملوا حكومتهم من فوق عسكري والتحت والقوام ابيض. كويس؟ فخلاص قلنا اوكي يبدو ده حكمه، لانه كانوا في طبعا برضه ناس يعني كبار وكده يعني في السياسه ومتمرقين ومتمرسين وكلام زي كده. قلنا اوكي طالما كده خلينا نقبل على الوضع ده. لكن يا جماعه الوضع ده العمل الوضع ده هو وضع ده عمل الشهداء وعمل النضالات المتراكمه، وبعد ده القضايا المتراكمه اللي الناس ماتوا عشانهم برضه ما بنخليها، ده كلام اللي كنا بنقوله. يعني ما مجرد انه النظام ده سقط معناه في واحد ثاني طب بيجي بقعد في نفس الكرسي بيقول يا اخوانا النظام سقط بعد ده انسوا قضاياكم الماضيه، ده ما ممكن مش كده؟ هم دايرين يقولوا كده، خلاص بشير فات يا اخوانا انا قاعد خلاص ما تعملوا ازعاج. لا انا دايرين العداله، لا انا قاعد ما في مشكله، اقتصاد انا قاعد ما في مشكله، في لاجئين انا قاعد ما في مشكله، انت قاعد شنو انت؟ فالموضوع ده موضوع بتاع التودد بالعسكر ده لانه كان صنيعه بتاعت اخواننا في الحريه والتغيير. يا جماعه انا اقول لكم حاجه واحده، انا والله ما اكدت الا في يوم 12 ابريل 2011، يوم 12 ابريل 2011 ده اليوم الثاني بعد سقوط بشير مشكله، كان في الوقت ده عوض بن عوف هو الرئيس مجلس العسكري. في الوقت ده كان احنا في الكونفرنس كول بتاعتنا على عملنا بالليل زي الوقت ده كان بنورونا، قالوا في جنرال اسمه برهان جاي وحميتي ذاته كان شويه كده زعلان، قالوا في اتجاه كرير ده مشينا الليله قلنا له يا اخي لازم تيجي تبقى نايب، وبرضه قباشي وياسر العطا وده ذاته من اسره الشيوعيه اللي كان قتلهم
بشرحوا لنا ديل على حسب بيقولوا عسكر والناس فلان بخونهم مع العسكر والاخرين، بشرحوا لنا بخطونا في الدرس. طيب معناه جبتوهم انتوا يا جماعه، نحن قلنا ما تتوددوا كده، ارجعوا قبل التاريخ ده، شوفوا مقالاتنا، شوفوا كلماتنا، شوفوا البوستات اللي احنا فكيناها في الثوره، قلنا لهم ما تتوددوا بالعسكر، لكن كنت في جنرال اسمه فلان جاي، جنرال اسمه كذا، تاريخ ويعطوه ودرستونا الليله دي الى ان حتى قلت لنا عوض بن عوف ده بمشي، وبعد الاقل من الساعه لقينا فينا عوض بن عوف بقرا في خطاب التنحي، ما كنا عارفين. انتوا انبياء تعرفوا الغيب، معناه انتوا صنعتوا العسكر ديل وانتوا جبتوا واتفقتوا وانتوا جبتوا. حلال على بلابله الطوح وحرام للطير من كل جنس. ممكن الليله العسكر ديل برهان ده اللي يعملوا لك بطل، يرفعوا لك فوق، بكره يحطوا لك تحت، بقول لك جزمه. هم كده الليله يرفعوه فوق وبكره ينزلوه لك كيفهم. كويس؟ لما بكونوا ضعفاء بقول لك لا احنا دايرين العسكر ديل والابطال ديل. انا الكلام ده قريب، قاعده كده قعدنا، لكن كلام عسكر لا مجرمين وياتوا ما في. انت موقع معه كده، كان الراجل طلع الشغل الوقع معه ده انشره. عداله وين؟ ماي فريند عداله وين؟ موقع معه. انا عارف الكلام ده، ما بتقدر تطلع، ما في زول بقدر بيطلع في كلام هنا. اعلان الدستوري، اعلان الاطاري، اتفاق الاطاري، الكلام ده كله يا جماعه ده زي ما بيقولوا القطران في الصوف، الاصل تحت الترابيزه، الاصل تحت الترابيزه. القروش عداله، خد الالتزام، محكمة دولية، ده كله ما في زول يتكلم. تحت في الترابيزه تحت خدينه تحت الترابيزه موقعين توقيع. الناس اللي حسب بيدعوا بيقولوا ان انا الثوار والثوره وحكومه الثوره والشباب الثوره، الكلام الفارغ اللي بيقولوا ده كله اقسم بالله الناس الوحيدين في العالم بعد القرن 21 باعوا العداله وباعوا الوطنيه وباعوا اي حاجه. كان رجال طلعوا على اوراق التحت دي، وكلامي ده تشوفوه اذا حكومه دي اتكونت تشوفوه في التنفيذ، تشوفوه في التنفيذ. طيب ما كنا نتسامح مع بعض بالواضح، ليه تتسامحوا التحت؟ مش قلنا لكم نتسامح مع بعض في الواضح؟ نحن كل الماضي ده دايرين ننساه، اخواننا الماضي انطبحوا دايرين ننساه، المعارك الياما كانت الحرائق والكلام ده دايرين ننساه، لكن في اطار عداله انتقاليه، في اطار محاسبات كلنا مع بعضنا البعض، والاعتراف بان هنالك اخطاء وقعت، وتقديم بشجاعه جدا تقديم الاعتذارات للضحايا. كويس؟ ومن ثم دايرين نمشي قدام، دايرين نعمل كده، لكن ليه تعملوا تحت الدرج، تحت الترابيزه، داخل الدرج؟ نحن ده الكلام الرافضين، ده الكلام الرافضين، مش رافضين اي حاجه ثانيه. ما مشكله نتسامح، اتقاتلنا بعد لازم نتسامح، اتشاجرنا لازم نتسامح، واتحمقنا لازم نتسامح، والأنظمة السابقة استخدمت الخطأ، لازم الدولة تسامح، وبرضه المواطن الضحية يسامح الدولة، والدولة تعود، ولازم تعيد اللاجئ والنازل، لازم واللازم. الكلام ده كله مفروض يتم في إطار واسع جدا اسمها عدالة انتقالية، العدالة الانتقالية. العداله الانتقاليه دي يا جماعه، زول جاب باكي بقول لك فلان الفلان ده انا قتل ابوي، ده ما بيسامحه، ده ما مسامح. انت مين تسامح؟ في زول بقول لك يا اخي انا امي ده حصلت له واحد اثنين، انت ما بتقدر تسامحه يا جماعه. في واحده بتيجي تقول لك انا فلان ده بعرفه شخصيا اغتصبتني او اغتصبني كده، كويس؟ انت ما تقدر تسامح.
لكن مثلا في دولة طلعت القروش وطلعت دبابات وشحنت الانتنوفات وهليكوبترات وحرقت قرية وحرقت مدينة، القائد ما داير يقولوا تجي تعوض مع زي الدولة انت لانه شلت القروش ديل من وين؟ القروش ده من ضرائب اللي طلعتها من جيب الزول اللي حركته دي، وبالتالي انت تجي تعوضه. في قبيلة جندتها الحكومة، جندتهم شيطانة وغيرهم، جاءت قتلت الناس وحرقت الناس واغتصبت وعملت ما عملت، لكن ما تقدر تقول مثلا فلان الفلان بقيت في قبيلة كلها ده مثلا تقعد معه تتسامح معهم، ده بيسموه تسامح، تتسامح معه. الكلام زي ده يا جماعه مبادره اذا ما جاءت من الظالم الضحيه ما بقدر بيقدم المبادره. المبادره دائما بتيجي من الظالم، لانه انتم شايفين النظام بتاع جنوب افريقيا، انتم شايفين مشكله؟ جنوب افريقيا دي يا جماعه الناس اصلا لما تتكلم عن التاريخ بتاع جنوب افريقيا بعرفوا نيلسون مانديلا، بفتكروا انه نيلسون مانديلا ده هو البطل، هو الكده، وفعلا هو بطل. ليه؟ انا بيجيك المرحله هو بقى البطل كيف؟ لكن قبله هو كان الراجل الابيض طاغي البسيط عددا، كان طاغي على الاسود اللي هو انسان الاسود اللي صاحب المنطقه اللي بيسموه انتيجنس، ناس المانديلا ديل وغيره. الناس دول ناضلوا عشرات السنين، وقعدوا واحدين في السجون وواحدين يابا ماتوا في السجون وماتوا في الحروب وماتوا وكذا واستعمروهم لوضع صعب جدا. لكن الاحتياجات دي لما ضغطت الحكومه البيضاء في وقتها كان يعني لدرجه رئيسهم ده مات سنه ده بالمناسبه او السنه اللي فاتت تقريبا 2022 اسمه ديكلير ده كان بيركب حصان اسود رمزا للصوات، يعني كان بيفتكر انه هو يعني ابيض وكده زي اصحابنا ديل دايرين يركبوا الناس كويس. لكن في الاخير ديكلير جاء يتنازل ومشى طلع نيلسون مانديلا من السجن وطلع الزملاء من السجن وجاء سلمهم قال لهم يا اخوانا انا سامحوني، هو رئيس جمهوريه، سامحوني وانا خلاص اعترفت باني انا كنت ظالم وبالتالي داير مسامحه من اهلي. ده مبادره مش كده؟ لكن نيلسون مانديلا كان بوراه الناس هايجه وزعلانه، كان دايرين يعدموهم محاكم كده، لكن نيلسون قال لهم يا اخوانا انا عافيهم خلاص عشان البلد يمشي، عشان التراب تبقى واحده، عشان احنا يا اخوانا نبقى الشعب واحد. حتى سمى يعني احنا نسمي نفسنا قوس قزح، يعني مكونات مش قوس قزح بتاع ناس شينين ده، قوس قزح بتاع مكونات الشعب الجنوب افريقي ونمشي مع بعض وسامحوا. عشان كده نيلسون مانديلا بقى بطل. لكن على اصل في الامر اصلا الزول الظالم هو التنازل. فالليله انت الظالم حتى ولو لم تكن شخصيا انت ظالم تاريخيا، يحسب عليك وما لحق للجنوب وما لحق لدارفور وما لحق للشرق وما لحق من الظلم ومن التهميش ومن القصف والإبادة والكلام الفارغ وعدم التنمية كله يحسب عليك إذا تجبرت. لكن إذا جيت اتنازلت قعدت مع الضحية أنت ما ظالم. طالما تجبرت ورفعت راسك ونخرتك قلت أنا أعلى منك أنت ظالم يا وسخ. وبالتالي أنت يجب أن تعترف وتعتذر، والدولة يجب أن تعترف وتعتذر على من ظلمته. الدولة ده المفروض إذا شغلت فيه الثورة كلمة الثورة هاي كلام الكثير ده يا أخي 3 مليون نازي واللاجئ لسه في دارفور في 3 سنوات في 4 سنوات ده أنتوا سمعتوا من لسان واحد من القاعدة ده يتكلم كلمة نازيين ولا لاجئين؟ ما في، ده ما من أجندته. انت عارف ان مشكلتنا في مجلس المركزي دي شنو؟ نحن في اديس ابابا في 21 يوم 3 اسابيع نحن قعدنا واختلفنا بانه نهيك الحريه والتغيير، والمجلس المركزي الكلمه دي والاسم دي
كان مقترح جاء هناك في اديس ابابا. المقترح دي ان احنا اختلفنا معاهم لشنو؟ اختلفنا معاهم لانه كونا اللجنه، سمينا لجنه الحريه والتغيير، كان برأسه اخونا جنرال مالك عقار. كلنا وقتها حريه والتغيير واحد مش الليله واحدين، لا لا لا. الفرق كان لحس كان داخل الملح زي ما بيقولوا بلحس الحجام، مش كده؟ لا لا لا، الليله خلاص ناس داخل ملح لكن اختلفوا. انت عارف الخلاف شنو؟ في حاجتين. نمره واحد قالوا نحن ندوكم في المجلس المركزي ده 5 نفر، انتوا ناس جبهه سوريه وقلت لك جبهه سوريه. قلنا لا، نحن عددنا كبير، لكن طبعا هم دايرين يجيبوا 60 زول. هسه كلامك بيقولوا منه جبريل يجونا في وسط 600 هتشت. قلنا لا. نمره اثنين نحن قلنا كتله النازحين واللاجئين ده مفروض تمثل. قال لا لا لا، كلامنا ما بنقبل، رفضوا القطع. ده الهسه العاملين فيهم مناضلين، ده الهسه. طيب انا اذا كان امي واخوي واخواتي واهلي وقبيلتي وسحنتي ولغتي واهلي وبلدي كله كان نازي واللاجئ، واحد ما بيحترمني انا بحترمه كيف؟ وزيانا مليون، وزيانا 10 مليون، وزيانا 60 مليون مواطن سوداني. كويس؟ انت ما ممكن ما بتحترم اللاجئين والنازحين اللي الناس اللي قمعتهم الدوله، قتلتهم الدوله بمالهم هم، اللي جمعتهم من جيوبهم ومن عرقهم. انت ما داير تعترف لهم انه ده النازحين واللاجئين. انت منو بيعترفوا بك؟ انت منو الواحد بمشي وراك؟ انت منو فلان يبقى لك جزمه عشان تمشي به؟ ده كلام ما مقبول يا جماعه. فكلام ده تاريخ يوثق تاريخ. كلام ده اديس ابابا يا اخوانا في سنه 2019 في شهر 7 2019. في النهايه خلينا حاجه اسمها مجلس المركزي، قلنا له خلوه خلاص ما تعملوا، لكن عسى ولعل نجد لنا فرصه ثانيه عشان نتكلم عن اعاده او عن هيكله الحريه والتغيير. ده اختلفنا وخليناه اتفاق كلنا، هم اللي نحن قلنا خلوه. لكن في حاجه اتفقنا عليها سميناها ورقه السلام والتحول الديمقراطي. نحن برانا ساحرنا كتبناه في فندق راديسون بلو، في فندق راديسون بلو في جوبا. ياسر عرمان انت معانا يوم ده ساهرنا كتبنا الورقه اسمها وثيقة سلام والتحول الديمقراطي. فقلنا شيلوا الورقة دي، اتفقنا معاهم ودوها عملوه منها الدستور، وبالتالي نحن ما عندنا مشكلة نعمل وقف إطلاق النار ونجيكم. ده اتفقنا عليها. طيب في حاجة اختلفنا مشكلة اللي هو هيكلة الحرية والتغيير والمسمى مجلس المركزي، ده اختلفنا. لكن ده اتفقنا وقدمنا صديقي عزيز المناضل بتاع لجان التمكين وجدي صالح، قدمناهم عشان يقرا، طبعا بعثة عربي يعني عشان يقرا صح يعني. اصطفينا وراه كله وجه قرا: ايها الشعب السوداني العظيم، ان هذه ثورتكم العظيمه بحروف عربيه وبخنجره بعث عربي الاشتراكي. قراها وانتهى. صباح وقت اتحركوا مزقوا الورقه ديك في الطياره، جو نزلوا عملوا مؤتمر صحفي قالوا ما اتفقنا. خونه قالوا ما اتفقنا. لكن اللي اختلفنا عليها اللي هو مجلس المركزي جابوه سموها قالوا نحن عملنا هيكله اسمه مجلس المركزي. شوف يعني جابوا مختلف عليها ومزقوا متفق عليه. كيف ده يا جماعة؟ أنا كلام ده كله في تاريخ قاعد أقوله، مش مطاعنة، مش لعبة. أنا داير أصحح التاريخ. أي سياسي الداير يطلع من الوسط ده، الوسط السوداني ده، يجب أنه يكون سياسي صادق، ما يبقى سياسي كاذب. ما في سياسي يجينا باللسان، ما في سياسي يجي يغش لنا الشعب. أنت بشير ما كذاب، الإنقاذ كذاب،
إنقاذ مجرم، إنقاذ حرامي، إنقاذ قتلت، إنقاذ عملت كل شيء. لكن نفس السلوك معقول تجي تورث من الإنقاذ وتجي تقول لي أنا الثورة؟ ده ما الثورة. وبعدين يا أخونا الثورة ده عندها حدود. ثورة ده حالة وتنتهي. ثورة ده ثوران عبارة عن غليان. كلمة الثورة ده عبارة عن غليان. هذه الحالة حالة لا تدوم أبدا، لأنه في خلل. نتيجة لذلك الخلل يثور الناس وتتحرك الناس والناس تثور. كلمة الثوران ده يا جماعة زي فورة البرمة. البرمة لما خدته في النار كده بر 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 بر، بالذات كان اللبن مش بيجي كابة، ده الثوران. اللي بعرفه عربي سمع واللي ما بعرفه عربي سمع، أنا ذاتي ترى قروني بالصوت. ده الثورة. لكن ده ما حالة عادية، ده حالة استثنائية وتنتهي. لكن الداير يتعايش أمره كله بكلمة الثورة وهو ما ثوري، ده ما بيبقى الكلام ده. يجب إنه الحالة الثورية دي تنتهي بالجلوس مع بعض واستفادة من الحالة التي خلقتها الثورة ومخاطبة قضايا والجذور المشكلة الأساسية السودانية. جذور المشكلة الأساسية يا جماعة ما حكومة مدنية اللي دايرين تعملوا عشان تعملوا بول السلطة وتتسلطوا على الناس. جذور المشكلة كبيرة وعميقة. جذور المشكلة اللغة هوية، جذور المشكلة مواطنة جنسية، جذور المشكلة الدستور، جذور المشكلة اللي مساواة فيما بين الناس، جذور المشكلة يا أخوانا تمييز الماشي. جذور المشكلة كبيرة وعميقة. أنت ما بتحل، أنت أصلا ما بتحل. ممكن تبقى جزء، ممكن كلكم تلموا نعمل لكم لجنة واحدة من الحل جذور المشكلة، تسيغوا لنا صفحة واحدة، لكن أنتم ما بتحلوا، ما قدر الحل بتاع جذور المشكلة. أنتم ما بتحلوا، ما بتعرفوا جذور المشكلة السودانية. عشان كده يا جماعة من الحالة اللي نحن قاعدين فيها ده حقه ما نعبي بعضنا البعض إلى حالة أخرى. حقه نعترف ببعضنا البعض، نجي نقعد. اللي يتقدم قدام يرجع، اللي يتأخر وراء يتقدم شوية إلى أن نلتقي في مسافة نص المسافة ونتكلم. افتكر ده المطلوب. إذا ده ما في مساواة، ما في الدولة. الشعوب عندهم تجارب. نحن حسي طبعا أنا كان قلت الجار واحد حرامي بيقول لي شوف ده قال بيتكلم في دولته. هوي أنا الجات ما دولتي، أنا سوداني. أنا سوداني. تشاد امتداد طبيعي لي. افريقيا الوسطى امتداد طبيعي لي، جنوب السودان امتداد طبيعي لي، حبشه امتداد طبيعي، اريتريا امتداد طبيعي، مصر امتداد طبيعي، ليبيا امتداد طبيعي. ده المكونات بتاع الشعب السوداني. لكن انا السوداني. الداير يثبت انه انا السوداني ولا ما السوداني، خليه يتحرك معي يمشي معي لبلدي اللي انا ولدوني. جدي الرابع عشر ده قبره وانا بشوفك عشان تعلم تمشي اعمل DNA تيست عشان تعرفني انا من وين. انا السوداني. لكن لا انكر باني شخص متمدد في افريقيا، لا انكر ذلك. طيب انا الكلام ده كله داير ابرر اقول شنو؟ لانه طبعا الشماسي لما يسمع بفتكر انه شفتها الزول ده ما عنده بال، الدنيا ده ما بعرف الا الجاد، داير يقول كده. احنا الله يرحم الرئيس ادريس دبي ما كانت ما فقدته بعدنا بفتره، بعد الثوره بتاعت السودان بفتره طويله، مش كده؟ بعد ذاك بقت في حكومه انتقاليه، مجلس عسكري. المجلس العسكري ده انت عارف هسه عمل اشياء عجيبه جدا ومذهله. عمل حوار وطني. شفت اي منطقه في العالم ده فيه جاليه سودانيه اكثر من 10 انفار رسلوا وفد مشاريعهم. هنا في قاعة الصداقه ده الجاليه السودانيه عملت حوار وطني، انتوا كانوا مذكرين الكلام ده. حتى كان قدمت دعوات لمسؤولين السودانيين اللي حضروا. جاليه التشاديه عملت الحوار الوطني هنا. الحكومه دي عملت حوار وطني. تصالحت وتعافت كل الامور مع المعارضه المسلحه اللي كان في برا، اتعافوا معاهم جابوا. كويس؟
عملت أشياء كبيرة جدا، ودعت الآن لتكوين مفوضية الانتخابات، ماشيين بطريقة سيستم معقول جدا. أولاد لما تشوفهم صغار في العمر لكن حكيمين جدا في الشغل. وبعدين في الدنيا ده دولة قدر السودان ما حصل له حوار وطني ده إلا السودان، ما في. أفريقيا ده كم 50 دولة الموجودة ده، أي دولة بعد الاستغلال ده عشان يسمي نفسه حتى اسم، عشان يسمي نفسه الشعب، عشان جغرافيته تتحدد والموارد تتحدد وتوظف كيف والكلام ده كله عشان تعمل. انت ما تعمل زول واحد ولا النظام واحد ولا حزب واحد، عملوه بالحوار وطني. حوار وطني هو الغايب يا جماعه، مش حوار وطني وصفه بتاع بشير ده، لا، حوار حقيقي بإرادة الناس براهم، بيجيبوا ممثلينهم كل زول يقول كلامه ويمشي، يخطوا في الدفاتر، ومن ثم بناء على ما تداولت الناس بتجي تطلع وثيقة من داخل هذه الوثيقة كيف يحكم السودان، ما هو اقتصاد السودان، ما هي هوية سودانية، وكيف تقام الانتخابات، وما النظام الحكم لهذه الدولة، الأجوبة دي كلها بتجي في إطار الحوار. لكن ما ممكن واحد مناظراتي شماسي يجي يقول لك يا أخي، يكتب لك تويت بيقول لك أنا بس مناظراتي وأنا الشعب والشعب وأنا شنو ده خطأ خلى السودان ما بيتماسك. السودان يجب أن يتماسك، لكن يجب أن يتماسك بعقلانية ساستها. طيب أخوانا العسكريين قالوا والله يا أخي على كل حال كده خلونا من الورقة دي، لأنه في وقت نحن ما موجودين في داخل الخرطوم، وبالتالي في الوقت ده عندكم اسكيوز، يعني عندكم حق في انكم تمشوا مع الناس الموجودين معاكم. لكن بعد ما جينا من جوبا نحن شاركنا معاكم في الحكومة واشتغلنا مع بعض، لا صارعناكم في مواقعكم، لا صارعناكم في المال السوداني الموجود، في توزيع الثروة ذات شكلها كيف ومراقبتها كيف والكلام الكثير ده. لا صارنا بس قلنا نتفق على أن ننفذ اتفاق سلام جوبا، لكن نحن ما الدارفوريين ولا النيل الأزرق براو ولا الكردفانيين ولا الناس الشمال ولا الوسطيين ولا الشرقيين برانا، لا، نحن الشعب السوداني نبسط جناحينا في كل السودان. الجاء من دارفور من حقه يخاطب الناس في الكردفان وفي قضاري، الجاء من الشمالية من حقه يخاطب الناس في دارفور وفي كادوغلي، الجاء من كادوغلي من حقه يخاطب الناس في النيل الأزرق وفي شمالية. أفتكر ده الكلام اللي جينا قلناه منتظرين الانتخابات بالسقف الزمني اللي وضعتوهم انتوا رغم أنفنا في وقت ذاك، مع إننا أساس في ذلك. فمشينا مع بعض، خلافكم ذاته ما كان عارفينه، لأنه في مجلس الشركاء انتوا تجونا متفقين، ونحن حتى الناس اللي كان جينا معاهم اللي قدروا ساقوهم معاهم ذاته فكا برضه مع مكان عندكم، يعني شيلوا مبروك لكم. لكن الكلام ده كله انا داير اقول انه انتوا وصلتوا ل 25 اكتوبر مع زعلاتكم القديمه والجديده، جلدتوا بعض ولغايه ما الامور مشى، لكن ده كله ما مهم. المهم وين؟ المهم في 4 يوليو 2022 اللي هو في يوم 4 شهر 7، انتوا قلتوا يا اخوانا نحن عسكريين طلعنا برا من الحوار، السياسيين والمدنيين كلكم تحاوروا، تعالونا بمقترح ان احنا نقول لكم مبروك ونسلمكم. ده الكلام اللي قلته يا جماعه، كلامنا ما سمعتوه؟ على اللسان ده الكبير كمان اسمه برهان. هذا ما حصل. لكن هل امتنعوا من الحوار؟ لا، بل دخل في الحوار أعمق، لكن الحوار كان إقصائي للدرجة أبعد، وحوار أنا متأكد كان حوار بتاع ابتزاز، حوار فيه كروت حمراء،
ترفع وتنزل، كروت صفراء ترفع وتنزل. كويس؟ لأنه في ناس قالوا مطابخ وعندهم ناس بورا، قالوا بورا الحائط هم الأساسيين. ما في إرادة سودانية قعدت في الورقة دي يا جماعة. إرادة سودانية حقيقية وكلمة سودانية برضا بتاعت المتحاورين الاثنين دين عملوه في الورقة دي. والكلام ده مهمتي جنرال المتي كان واضح جدا في إحدى مخاطباته، قال وقعونا ونحن رجلنا هنا مش كده. طيب يا جماعة، الآن هذا السودان لا يستقيم إلا بالتحول ديمقراطي، والتحول الديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا بتراضي مكونات الشعب السوداني. مؤتمر وطني ده خلاص is deleted، ما حاجة ما في، خلاص حاجة حجزتها وجيت عملت لك قانون بتاع الإبعاد وحذرته، خلاص ما في. انت خايف من شنو؟ من حاجة ما في. انت اتقدم قدام. عشان نتقدم قدام اخواننا العسكريين، شوف عندكم مسؤوليات كبيرة. مسؤولية التحول الديمقراطي ده إذا افتكرتوا اخواننا ناس المجلس المركزي للحرية والتغيير ده البراهم بيعملوا تحول ديمقراطي، انتوا كذبتوا. إذا افتكرتوا في الحاجات اللي احنا ما شفناها إذا عملت الدين ناس مجلس المركزي براهم بيعملوا لكم، انتوا كذبتوا. لأنه الحاجات دي يا اخوانا حاجات الشعب السوداني كلها. أنا متأكد اللي تم نقاشها هي قضايا الشعب السوداني وليس قضايا الأفراد، وبالتالي هم وانتم كلكم أفراد بما فينا نحن. إذا لمينا كلنا أفراد يجب القضايا الأساسية الرئيسية الجوهرية مسيرية تعرض للشعب السوداني. ولازم تكون أي حوار من النوع ده يكون فيه شفافية يا جماعة. شفافية حاجة مهمة جدا. أنت قاعد تحاور في قضايا الشعب، معقول تقفل الغرفة وتطفي النور؟ ده شنو ده؟ What kind of discussion? What kind of dialogue؟ ده كلام ياتو ده حوار في حوار في الدنيا ده حصل كلام زي ده؟ حوار زي ده ما في حوار زي ده خالص. ده إلا كان حوار بتاع صعبان وفار في داخل جحر بتاعهم ده كان أنا ما أعرف. طيب أنتوا أمامكم مسؤولية كبيرة، مسؤولية تنفيذ اتفاق سلام جوبا. اتفاق سلام جوبا كتبتوه بالاتفاق بينكم انه اتفاق هذا يتم التقييم والتقويم. طبعا واحد بيمشي ببحث له مختار الصحة ولا القواميس الكثيرة ده بيطلع عدد من الكلمات بكتبها، عشان لأنه كلمات المستخدمة دي طبعا الناس بعرفوا. تقويم ده كلمة كبيرة يعني. تقويم ده معناها تغيير وتصحيح. انت اتفاق بتاع الناس داير تغير، داير تصحح، داير تعمل امندمنت بدون ما تسالني. انا موقع معك، ما تحترمني معلش. انا ما افضل واحد ما قاعد في جوبا، انا ما افضل عزيز هذا من حلو ما قاعد في جبال، انا من اركم منه وقاعد في خرطوم معاك وبدق بابك ليل والنهار. تمشي تكتب الاتفاق بتاعي تقول لي تعمل تقييم وتقويم وما تكلمني انا وتقول لي انا بحترمك. انا ما بصدق انك تحترمني الا تثبت العكس ذلك. عشان تثبت العكس يا اخواننا العسكريين، الجماعه دين فتحت لهم ابواب، قدمت لهم دعوات، ناديت لهم خواجات، قلت لهم يا ما هو، وفتحت لهم التلفزيونات، جو قعدوا انفردوا بكم وانفردتوا بهم. يا اخوانا الانفراد ده خلوه افتح، ما هو ضيق افتحوا للناس كله، لغيرنا كذلك، عشان الناس تجلس مع بعض عشان تشارك في المرحله الانتقاليه. المرحله الانتقاليه غيرت منها شنو يا جماعه؟ كلمه انتقاليه ما حاجه بسيطه، ما مجرد انت
يعني أجري من المسافة من نقطة A إلى B. لا، الموضوع ما كده، ما مارسون. الموضوع ترتيبات، لأنه المرحلة الانتقالية ده مرحلة اللي تأهل الناس تقعد مع بعض، تعمل مفوضيات، تشكل الأحزاب